اللي في البنطلون دي بقعة شحم، ودي اسهل خلطه سحريه هتقدروا تعملوها بمكونين اتنين بس. هتقدروا تنضفوا بيها اي بقعة شحم جت في الملابس عندكم من غير ما تاثروا على الوانها او النسيج بتاعها. كل اللي عليكم تصلوا على النبي ونكملوا الفيديو مع بعض للاخر. في الفيديو ده هقول لكم على طريقه سحريه هتقدروا تطلعوا بيها اي بقعه شحم ممكن تيجي في الملابس اللي عندكم بطريقه سهله جدا. هتجيبوا اي حاجه صغيره فاضيه وهتحطوا فيها شويه من اي مسحوق سائل غسيل ملابس انتوا بتستخدموه، وهتجيبوا اي حاجه من الثلاثه دول، بنزين او تنر او اسيتون بتاع مزيل طرائق الاظافر، والنسبه هتكون عباره عن تلت مسحوق وتلتين من اي ماده من اللي انا قلت لكم عليهم دول. طبعا اللي انا هستخدمه ده تنر، والتنر ده عباره عن ماده بيخففوا بيها البويات بتاعه العربيات، وده بيجي من عند اي موان. ما تقلقوش من اي حاجه، لا في تفاعل ولا في روائح كريهه ولا في الكلام ده كله. بعد كده هنقلب الخلطه دي كويس في بعضيها، وهنجيب اي فرشه ناعمه، ويفضل لو في فرشه اسنان، وهنفضيها مباشر كده مكان البقع وندعك البقع بالفرشه. واهم حاجه تكون الفرشه ناعمه عشان ما تاثرش على نسيج او الوان الملابس، خصوصا لو البقعه ديت في اي حاجه جينز. بعد كده بقى تقدروا تحطوا قطعه الملابس في الغساله، بس انا طبعا بنصح ان اي بقعه انتوا بتنضفوها تحاولوا تشطفوها الاول وتتاكدوا ان البقعه طلعت بالكامل عشان ما تتغسلش وتسيب اثر وترجعوا تعيدوا نفس القصه دي كلها تاني. وزي ما انتوا شايفين اهوت الحمد لله البقعه ما بقاش ليها اي اثر. وده شكل البنطلون بعد ما خلص. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير عشان غيركم يستفاد.